السوشيال ميديا ومدى تأثيرهم السلبي والإيجابي على المجتمع. وراح تكون ضيفة فقرتنا لهذه اليوم العراقية شمس، اللي اشتهرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل بدلعها الزائد، حتى وصفها البعض بأنها تقلد الإعلامية الكويتية حليمة بولند. أهلاً شمس، رمضان كريم. حياك الله، بعد عمري رمضان كريم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة يا رب. شمس، اليوم الناس تشوف على السوشيال ميديا إنه شمس تتقمص شخصية الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إلى أي مدى هذا الشيء صحيح؟ وهل تفرحين لما يطلقون عليك الناس إنه أنت شبيهة للإعلامية الكويتية حليمة بولند؟ طبعا أول شيء أحب أوجه تحية كبيرة لصديقتي وحبيبتي حليمة بولند. وبالنسبة للشبه يعني الشبه واضح، بالنسبة للتقليد يعني ما أشوف، يمكن ما يعرفوني هم عدل عشان يقولون إن هذه تقلد أو لا. وش فيها حليمة عشان ما تتقلد؟ يعني حليمة إنسانة ناجحة وجميلة جدا وأوجه لها تحية كبيرة. طيب شمس، كيف أثرت السوشيال ميديا على حياتك كونك جزء منها؟ وكيف أثرتي أنت في السوشيال ميديا؟ أنا أثرت بالسوشيال ميديا بشكل قوي وسريع صراحة. أنا ما كنت متوقعة هالشيء، وحلو هالتأثير، أنا مبسوطة فيه، لأن أكيد في ناس وايد يحبوني، في بنات وايد يحبوني يصيرون ويتمنون يصيرون نفسي. أحس إنه أعطي طاقة إيجابية للبنات. نعم. طيب شمس، احنا حابين نعرف منو هي شمس، وحتى يعرف المشاهد منو هي شمس العراقية. شنو حابة تعرفين بالضبط؟ والمشاهد شنو يعني احنا حابين نعرف انه شمس موديل، ناشطة على السوشيال ميديا، اعلامية، فاشينيستا، نشاطك في السوشيال ميديا يعني. أنا توني متخرجة دبلوم إذاعة وتلفزيون، توني من 3 شهور تقريبا أو 4. وأنا بالنسبة لي كنت أشتغل أول ميك اب ارتست حق فنانات وأعراس بس، وأنا أثناء الدراسة يعني. وعقب صرت موديل وعارضة أزياء، وجديد إن شاء الله ممكن إني أدخل مجال الدراما الكويتية، أو إنه يعني في كذا فكرة مطروحة إن شاء الله أخبركم عنها بعد. شمس، ما دام وصلتي للدراما مع العلم أنا مالي في التمثيل، بس ما أدري يعني أجرب، ليش لا؟ شمس، يعني أكو ناس يشككون يقولون هذا مو صوتها الطبيعي، هذا مصطنع، ماكو إنسان صوته بهالطريقة. يا عمي طلع الصوت، طلع يعني اللي يعرفني نعم. يعرف شمس شنو. أنا تعرفين شو السبب؟ أقول لك أنا. تفضلي. لا شوفي، أقول لك شو السبب اللي صار صوتي كذي. أنا مرة سألت أمي، قلت لها زين ليش بس أنا بالعائلة كل ابوها صوتها كذي. كانت تقول لي يوم كنتي صغيرة كنتي تاكلين ملح الليمون اللي احنا نسميه باللغة العراقية اللمندوزي. نعم. فاهترت عندي الحبال الصوتية. هذا هو موضوع صوتي. طبعا انت اعطيتي خلطة للبنات يعني، هذا الكل راح ياكل لمندوزي يعني. طيب شمس، هل يعني تشوفين نفسك ان انت جريئة؟ لا كنت صغيرة بالعمر، امي تقول لي كنتي تطالعين. نعم. شمس، شمس انت عراقية مو صحيح؟ ما تزعجني، ليش تزعجني؟ بالعكس انا عندي. تفضلي كملي شمس، كملي جوابك. أنا عراقية بس عندي أصول كويتية. والنعم. طيب شمس، حابة تضيفين أي شيء؟ حابة توجهين كلمة لجمهورك بمناسبة شهر رمضان الكريم؟
أكيد أكيد أحب أشكرك. أول شيء أشكر قناة الشرقية وأشكر الكادر اللي تعب معانا اليوم، وأحب بالغ الأسى أعزي عوائل الشهداء، ويا رب تحفظ العراق وتمسح دمعة العراق وتردنا لديارنا سالمين إن شاء الله. شمس، أنا جدا ممنونة بلقائك، جدا أشكرك على سعة صدرك وعلى تحملك لأسئلتي المستفزة في بعض الأحيان، لكن أنت مادة مثيرة للجدل وأتمنى لك التوفيق بحياتك. شكرا لك، رمضان كريم.